السلام عليكم، مرحبا بكم وسهلا معنا في شهوات ووصفات صحراويه. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم عصير ديال التين او الكرموس. طريقه تعرفوا عنه متواجد في الاسواق، يجي عصير زين ان شاء الله. نتمنى ينال اعجابكم. عندي هون الكرموس لينا ذوبو نقي فيه حتى نقيه كامل بهذه الطريقه. عندي نص لتر ديال الليمون او اختياري القدر اللي بغى يديرها بنادم. عندي نص كيلو مولي ديال الكرموس، نقيه كامل كيف تاك ونديرو في الماكينه. بالنسبه السكر انا ماني نديرو لانه الكرموس حلو. اللي بغى يدير الكرموس ديرو، تاكدوا ياك ما فيهش من الداخل. نفس الشيء نكمل على هذه الطريقه، نقيه كامل كيف تاك. طريقه هذا وقته الابيض ولا كحل، هذا الاخضر العفو زين برك في العصير. نكمل بهذه الطريقه، نكمل الخليط كامل عندي ان شاء الله ونعود نطحنو ان شاء الله. وانا نضيف عليها السيترو كيف ما قلنا ديال الليمون. بدينا نطحنو. هذا هو الشكل النهائي لعصيرنا اليوم. نتمنى ينال اعجابكم. عصير الكرموس او عصير التين. شاركوا معنا في القناه باش يوصلكم جديد. مرحبا بكم وسهلا معنا.